أنا اسمي نورهان، عندي 29 سنة، وأنا دكتورة قلب في مستشفى القصر العيني. الكل كان بيقولي إن محظوظة، شهادة من كلية الطب، شغل محترم، عربية، شقة. بس الحقيقة كنت وحيدة قوي. كل يوم نفس الروتين، من البيت للمستشفى ومن المستشفى للبيت، وماما كل أسبوع نفس الكلام: يا بنتي انت كبرتي، لازم تفكري في جواز. بس أنا مش عايزة أتجوز أي حد، عايزة حد أحس معاه إني مش لوحدي في الدنيا دي. صحباتي كلهم اتجوزوا وأنا فضلت الوحيدة. كل ما أروح مناسبة الناس تبص لي بنظرة شفقة وتسألني: إمتى دورك يا دكتورة؟ وأنا أبتسم وأقول: قريب إن شاء الله. بس جوايا كنت حاسة بفراغ كبير. مش عايزة أتجوز عشان الناس، عايزة أتجوز عشان أحس بالحب الحقيقي. كان يوم 3 شهر مارس السنة دي، راجعة من المستشفى الساعة 10 بالليل، تعبانة قوي. كان يوم طويل ومرهق، عملية قلب مفتوح لمريض كبير في السن، وفضلت واقفة 7 ساعات متواصلة. كل اللي كنت عايزاه إني آخد دش سخن وأنام. فتحت باب الشقة لقيت المية نازلة من السقف زي الشلال، الخزان فوق اتخرم، وكل حاجة اتبوظت. السجاد، الكنب، حتى الكتب اللي على الرف كلها اتبلت. اتصلت بالبواب وانا في حالة هستيرية. قالي: يا دكتورة، الساعة دي مفيش حد هيجي، بكرة الصبح ان شاء الله. قعدت اعيط من الاحباط. حسيت ان كل حاجة في حياتي بتنهار زي المية دي. مش قادرة اصدق ان اليوم ده كمان هينتهي وحش. قعدت على الارض المبلولة وانا بعيط، حاسة اني فعلا تعبت من الحياة دي. فجأة البواب اتصل تاني بعد ربع ساعة. قالي: يا دكتورة، في سباك صاحبي كان راجع من شغلنا جنبنا، ممكن يطلع لك يشوف الموضوع؟ قلت له وانا لسه بعيط: الله يخليك، اي حاجة احسن من كده. بعد 10 دقايق دق الجرس. مسحت دموعي بسرعة وفتحت الباب. لقيت راجل في التلاتينات، لابس بنطلون جينز وتي شيرت ازرق، شنطة العدة في ايده. كان طويل، بشرته سمرة، وعينيه فيها طيبة. ابتسم وقال: مساء الخير يا دكتورة، أنا خالد. البواب قالي عندك مشكلة في الخزان. صوته كان هادي ومطمن، والأول مرة من ساعات طويلة حسيت بشوية راحة. قلت له: اتفضل. المية نازلة من الأوضة اللي فوق. بص للشقة وشاف الدمار. قال: متقلقيش يا دكتورة، إن شاء الله هنحلها. طلع بسرعة فوق لسطح العمارة، وأنا قعدت أحاول أنضف شوية من المية اللي ملت الشقة. بعد ربع ساعة نزل وقالي: المشكلة اتحلت مؤقتا، قفلت المحبس الرئيسي وأصلحت التسريب، بس لازم نغير المواسير دي بكرة لأنها قديمة قوي وممكن تتخرم تاني في أي وقت. قلت له: تمام، تقدر تيجي بكرة الصبح؟ قالي: طبعا، أنا شغال لوحدي وبحدد مواعيدي بنفسي، هجيلك الساعة 9 الصبح بالظبط. كنت هديله الفلوس بس هو رفض بأدب. قال: لا يا دكتورة، أنا ما عملتش حاجة، بكرة لما أخلص الشغل كله. دلوقتي بس عملت إسعافات أولية، وده اللي خلاني أحس إنه مختلف. في عالم كل واحد فيه بيدور على مصلحته، لقيت حد بيفكر يحل المشكلة الأول قبل ما يفكر في الفلوس. قبل ما يمشي ساعدني أنضف شوية من المية، وجاب المساحة من المطبخ وبدأ يكنس المية برا الشقة. قلت له: لأ خالص، أنا هنضف، أنت تعبت. قالي وهو بيبتسم: 5 دقايق بس، الدكتورة أكيد تعبانة من يوم طويل في المستشفى. استغربت إزاي عارف. قال: شفت الاستقراب الطبي على الكنبة؟ كان ملاحظ وذكي. تاني يوم الصبح صحيت الساعة 7:30، وكنت قلقانة إنه ميجيش، بس بالظبط الساعة 9 دق الجرس. فتحت له وهو شايل كل الأدوات والمواسير الجديدة اللي محتاجها. قلت له: صباح الخير. اتفضل. صباح النور يا دكتورة، إن شاء الله النهاردة نخلص كل حاجة. قعد يشتغل بتركيز شديد، وأنا كنت بستعد عشان أنزل المستشفى. لاحظت إنه منظم جدا في شغله، كل أداة في مكانها وما بيعملش أي فوضى. حتى لما قطع الماسورة القديمة حط تحتها قماش عشان الأرض ما تتوسخش. دي تفاصيل صغيرة بس بتفرق قوي. قبل ما أخرج جبت له كوباية شاي وشوية بسكويت. ابتسم وقال: ربنا يخليك يا دكتورة، بس انتي متأخرة مش كده؟ استغربت ازاي عارف. قال: سمعتك بتكلمي حد في التليفون وبتقولي انك هتتأخري شوية بسبب مشكلة في البيت. ضحكت وقلت له: ايوه، عندي كشف الساعة 10 ومفروض اكون هناك من دلوقتي. بص لساعته وقال: طيب انا هخلص بسرعة، انتي روحي وانا هقفل الباب وراي وهسلم المفتاح للبواب.
قلت له لا خليك براحتك، مش مستعجل. لا أنا خلاص قربت أخلص وشغلك أهم. راح مكمل شغله وأنا نزلت بسرعة. طول اليوم في المستشفى وأنا مفكرة فيه، مش عارفة ليه، بس في حاجة في طريقة كلامه، احترامه وابتسامته البسيطة خلتني أحس بدفء ما حسيتش بيه من زمان. حتى زملائي في الشغل لاحظوا. واحدة صاحبتي قالت لي في ايه يا نورهان، شكلك مبسوطة النهاردة؟ ضحكت وقلت لها ولا حاجة، يوم عادي. لما رجعت بليل لقيت كل حاجة نظيفة ومرتبة والشغل اتعمل باحترافية عالية. حتى السجاد اللي كان مبلول لقيته منشور على البلكونة عشان ينشف. المواسير الجديدة كانت مركبة بإتقان ومفيش أي أثر للشغل اللي اتعمل. البواب قالي إن خالد قفل الباب بنفسه وساب له المفتاح وساب لي رقمه لو حصلت أي مشكلة تاني. لقيت ورقة صغيرة مكتوب عليها الحمد لله خلصت الشغل، لو حصلت أي مشكلة اتصلي على الرقم ده وربنا يحفظك يا دكتورة خالد. حطيت الرقم في الموبايل وأنا حاسة بحاجة غريبة في قلبي، حاجة ما حسيتهاش من سنين طويلة. بعدها بأسبوع الحنفية في الحمام اتكسرت. في الحقيقة الحنفية كانت شغالة عادي بس أنا كنت عايزة أشوفه تاني. قلت لنفسي دي فرصة واتصلت بخالد. رد بسرعة وقال أيوة يا دكتورة نورهان، في مشكلة؟ حتى فاكر اسمي. قلت له أيوة الحنفية في الحمام مش شغالة كويس. حاضر أنا هجيلك الساعة 7 المغرب لو مناسب. قلت له تمام مستنياك. طول اليوم وأنا متوترة ومش عارفة ليه. رجعت من المستشفى بدري، نظفت الشقة ولبست حاجة حلوة شوية. قلت لنفسي بتعملي ايه يا نورهان؟ ده سباك جاي يصلح حنفية. بس قلبي كان بيدق بسرعة. جه بالظبط الساعة 7، فتحت له وهو مبتسم. قال مساء الخير يا دكتورة. قلت له اتفضل. المرة دي بعد ما خلص الشغل قعدنا نتكلم شوية في الصالة وانا بقدم له عصير برتقال. سألته انت اتعلمت السباكة منين؟ قال وهو بيبص للأرض أنا كنت طالب في كلية تجارة جامعة عين شمس، كنت في سنة تانية ومعادلي كان كويس، بس بابا كان عنده محل صغير لقطع الغيار وفجأة مرض وما قدرش يشتغل. كان عندي أخت صغيرة لسه في إعدادي وماما كانت ربة بيت. الظروف اضطرتني أسيب الدراسة واشتغل عشان نعيش. حسيت بألم في قلبي وأنا بسمع كلامه. كمل وقال اشتغلت في أي حاجة حتى شيل الطوب في مواقع البناء لحد ما لقيت معلم سباكة محترم اسمه عم حسن عرض عليا يعلمني المهنة مقابل اني اشتغل معاه بمرتب قليل. اتعلمت منه 2 سنين وبعدين فتحت ورشة صغيرة لوحدي. دلوقتي الحمد لله بابا اتحسن شوية واختي دخلت الجامعة والدنيا ماشية. سألته طب وليه ما كملتش دراستك دلوقتي؟ يعني الظروف اتحسنت. بص ليه وفي عينيه حسرة واضحة. قال انا بشتغل من الساعة 7 الصبح لحد 7 المغرب عشان أقدر أدبر مصاريف البيت وأساعد أختي في مصاريف الجامعة. بعد الشغل بكون تعبان قوي. حاولت أسجل في انتساب بس مش لاقي وقت أذاكر. بس لاحظت حاجة، على الترابيزة جنبه كان في كتاب اقتصاد. قلت له ده كتاب حلو، بتقرأ في الاقتصاد؟ اتبسم وقال أيوة بحب أقرأ في أي حاجة تخص إدارة الأعمال والاقتصاد. بشتري كتب من سور الأزبكية وبقرأ في المواصلات أو قبل ما أنام. حاسس إن المعرفة دي هتفيدني يوم من الأيام حتى لو مش في الجامعة. من اللحظة دي حسيت إن خالد ده مش راجل عادي، ده راجل عنده طموح وعقل وبيحاول يطور نفسه رغم كل الظروف الصعبة. كملنا نتكلم لمدة ساعة كاملة. حكالي عن أحلامه إنه يفتح شركة مقاولات يوم من الأيام وإنه عايز يساعد الشباب اللي زيه يتعلموا ويشتغلوا. وأنا حكيت له عن شغلي في المستشفى والحالات اللي بقابلها والإحساس بالسعادة لما أنقذ حياة مريض. كان بيسمعني باهتمام حقيقي مش مجرد أدب، ده كان فعلا مهتم ومتفاعل مع كل كلمة بقولها. من ساعتها كل ما يحصل أي عطل صغير في الشقة كنت بتصل بيه وكل مرة كنا بنقعد نتكلم أكتر. بقينا نتكلم في التليفون كمان ساعات لحد بالليل. حكيت له عن طفولتي، عن صحباتي، عن أحلامي ومخاوفي، وهو حكالي عن عيلته وإزاي ماما علمته الصبر والتحمل وإزاي بابا كان مثله الأعلى. بعد شهرين في ليلة جمعة كنا قاعدين على قهوة صغيرة في المعادي، كنا بنتكلم عن الحياة والمستقبل وفجأة خالد سكت شوية وبعدين قال يا نورهان أنا عارف إني مش المفروض أقول كده وعارف إن الفرق بينا كبير،
بس أنا مش قادر أسكت. أنا بحبك من أول يوم شفتك فيه، بس كنت خايفة أقول عشان أنا عارف إني ماليش حق أحلم بحد زيك. قلبي كان بيدق بسرعة رهيبة. بصيت له في عينيه وقلت له: ومين قال إنك ماليش حق؟ يا خالد، أنا كمان بحب طريقة تفكيرك، أخلاقك، طموحك، واحترامك ليا. أنت أول واحد خلاني أحس إني مش لوحدي، إن في حد بيفهمني. مسك إيدي وقال: بس يا نورهان، أنا سباك وإنتي دكتورة، الناس مش هترحمنا وأهلك مش هيرضوا أبدا. قلت له: أنا مش عايشة عشان أرضي الناس، أنا عايزة أعيش عشان أبقى سعيدة، وأنا معاك سعيدة. رجعنا من القهوة وأنا عارفة إن المعركة الحقيقية هتبدأ دلوقتي. قررت أستنى الوقت المناسب عشان أكلم أهلي، بس الدنيا ما سابتش لي فرصة. بعدها بأسبوع ماما اتصلت بيا وقالت لي: يا نورهان، في دكتور شاطر ابن صاحب بابا عايز يتقدم لك، اسمه دكتور وليد، دكتور جراحة في مستشفى خاص وعنده عيادة كبيرة. الراجل ده هيبقى نصيب حلو ليكي، هننزل نشوفه بكرة الجمعة. حسيت إن قلبي وقف. عرفت إني لازم أواجه الموضوع دلوقتي، ما ينفعش أجل أكتر من كده. قلت لها: يا ماما، أنا مش عايزة أشوف حد، أنا قلبي معلق بحد تاني. سكتت شوية وبعدين قالت بصوت عالي: معلق بمين؟ ده إيه الكلام ده؟ ومين الشخص ده اللي إحنا ما نعرفوش عنه حاجة؟ خدت نفس عميق وقلت لها: في راجل محترم وطيب وخلوق وبيحبني وأنا بحبه. صرخت في التليفون: مين ده؟ أكيد دكتور ولا مهندس ولا أستاذ جامعة. قلت لها بصوت واضح وما فيهوش خوف: لا يا ماما، هو سباك، راجل شريف ومحترم، بيشتغل بإيده الحلال وعنده أخلاق وطموح. اتقطع التليفون في وشي بعد صرخة رعب من ماما. قعدت على السرير وأنا جسمي بيرتعش. عرفت إن الموضوع مش هيعدي بسلام، بس كنت مصممة على موقفي. بعدها بساعة بابا اتصل بيا وصوته كان زي الرعد: تعالي البيت حالا، مش هنتكلم في الموضوع ده في التليفون. رحت لبيت أهلي في التجمع، وطول الطريق كنت بدعي ربنا يثبتني. لما دخلت البيت لقيت ماما قاعدة على الكنبة وبتعيط، وبابا واقف وشكله غضبان جدا. قعدت قدامهم وأنا قلبي بيدق، بس مصممة على كلامي. بابا قالي بصوت بارد: انتي بتهزري صح؟ بنتي الدكتورة اللي درسناها ودفعنا عليها آلاف الجنيهات تتجوز سباك؟ الناس هتقول عننا ايه؟ بنت الحاج عبد الرحمن اتجوزت سباك؟ قلت له وانا صوتي ثابت: يا بابا، انا فاهمه انك قلقان، بس خالد راجل محترم شغال بايده الحلال، بيتقي ربنا وبيساعد اهله. انا مش شايفه مشكله. المشكله انك داست على كل اللي تعبنا عشانه، درسناكي وصرفنا عليكي في احسن المدارس والجامعات عشان تبقي دكتوره محترمه عندها مستقبل، مش عشان تتجوزي سباك وتبقي حديث الناس. ماما قالت وهي لسه بتعيط: يا بنتي، انتي هتندمي، الراجل ده مش على مستواكي، مش هيقدر يوفرلك الحياة اللي انتي متعودة عليها، هتتعبي معاه وساعتها مش هينفع ترجعي. قلت لها: يا ماما، انا عايشة في تعب من سنين، وحيدة ومحدش حاسس بيا. خالد بيحس بيا، بيهتم بيا، بيحترمني وبيسمعني، ده اهم من كل الفلوس والمناصب. بابا قال وهو بيمشي جنب الحيطة: يا نورهان، انا مش هقدر اوافق على كده، ده قرار احمق ومش مسؤول. وخليكي فاكرة، لو اتجوزتيه انتي مش بنتي تاني، مش هشوفك ومش هكلمك، اختاري دلوقتي. قلبي اتكسر، بس جوايا كنت عارفة اني لازم اختار الحاجة اللي هتسعدني. قلت له: يا بابا، انا بحبك وبحب ماما، بس مش هقدر اعيش حياة مش عايزاها عشان ارضيكم، انا اسفة. قام مسك مفاتيحه وخرج من البيت من غير ما يبصلي. ماما فضلت تعيط وتقولي: يا بنتي، فكري كويس، لسه قدامك فرصة. قلت لها: أنا فكرت يا ماما وقراري واضح. رجعت للبيت وأنا بعيط طول الطريق، حاسة إني فقدت عيلتي عشان حب قلبي. اتصلت بخالد وحكيت له اللي حصل، وهو قالي بصوت مليان ألم: يا نورهان، أنا مش عايزك تخسري أهلك عشاني، ده شيء مش هينفع، أنا ممكن أبعد. قلت له وأنا بعيط: لا يا خالد، أنا اخترت وأنا مطمنة، أنا عارفة إن الطريق صعب، بس أنا مؤمنة بيك وبينا، بس عايزاك تعملي معروف واحد: كمل دراستك، ادرس وخد شهادة وحسن نفسك، مش عشان أهلي يرضوا، بس عشان انت تستاهل وتوصل لأحلامك. خالد وعدني إنه هيعمل كده، وفعلا بعدها بأسبوع راح وسجل في كلية تجارة انتساب ودفع المصاريف من فلوس كان بدأ يدرس بجد.
كل يوم بعد ما يخلص شغله يرجع البيت ياكل بسرعة ويقعد يذاكر لحد الساعة 2 الفجر. كنت بساعده في المواد اللي صعبة عليه، وساعات كنا بنقعد على الكافيهات ونذاكر مع بعض. الأيام كانت صعبة قوي، أهلي قاطعوني تماما، ماما حتى بطلت ترد على تليفوناتي. حاولت أكلمهم مرات كتير بس بابا كان مصمم على موقف. في الأعياد كنت بروح لبيتهم بس محدش كان بيفتح لي الباب، كنت بقعد قدام الباب أعيط ساعات وأرجع، بس خالد كان دايما جنبي بيشجعني ويقولي إن ربنا مش هيضيعنا وإن أهلي في يوم من الأيام هيفهموا. وفعلا كان شغله على نفسه بيزيد كل يوم. نجح في امتحانات السنة الأولى بتقدير جيد جدا، وده خلاني فخورة بيه جدا. سنة كاملة عدت وخالد دخل سنة تانية في الكلية، وفي نفس الوقت بدأ يوسع شغله. استأجر محل صغير في شارع رئيسي وحط لافتة خالد لأعمال السباكة، وبدأ ياخد مشاريع أكبر في عمارات وشركات. كان بيشتغل بضمير ومواعيده دقيقة، والناس بدأت تثق فيه وتطلبه. حاولت تاني أكلم أهلي، رحت لماما في شغلها، كانت بتشتغل مدرسة. أول ما شافتني عينيها دمعت، بس قالت لي يا نورهان، بابا لسه مصمم على موقفه ومش عايز يسمع اسمك. قلت لها يا ماما أنا آسفة لو زعلتكم، بس أنا فعلا سعيدة وخالد بيحسن نفسه كل يوم، اديله فرصة. بصت لي بحنان وقالت يا بنتي أنا مش زعلانة منك بس خايفة عليكي، هدقيلك ربنا يستر. مرت سنة تانية وخالد اتخرج من كلية تجارة بتقدير جيد جدا. اليوم ده كان من أسعد أيام حياتي. رحت معاه لحفلة تخرج، ولما استلم الشهادة عينيه كانت مليانة دموع. همس في ودني كل ده بسببك يا نورهان، انتي اللي أمنتي بيا لما كل الناس استهزأت بيا. وبعد التخرج خالد قرر يفتح شركة صغيرة لمقاولات السباكة والكهرباء. استأجر مكتب صغير وجاب 3 عمال يشتغلوا معاه، وبدأ ياخد مشاريع من شركات ومستشفيات. كان شغله دقيق واحترافي، ودي خلته يكسب سمعة كويسة جدا في السوق. في أقل من سنة بقى عنده 10 عمال وفتح فرع تاني في مدينة نصر، وأنا كمان كنت بساعده، بعمله حسابات الشركة وبنظم له المواعيد والعقود. كنا فريق واحد بنشتغل مع بعض وبندعم بعض. وأخيرا بعد 2.5 سنين من القطيعة قررت أروح لأهلي مرة أخيرة. المرة دي خالد كان معايا. وصلنا لبيت أهلي وخالد كان لابس بدلة رسمية وشايل ملف فيه شهاداته وأوراق شركته. دقينا الجرس وماما فتحت. أول ما شافتني حضنتني وبدأت تعيط، وحشتيني قوي يا بنتي. قلت لها وانتي كمان يا ماما. دخلنا وبابا كان قاعد في الصالة. أول ما شافني بص بعيد، خالد راح قعد قدامه وقال باحترام السلام عليكم يا حاج، أنا خالد. أنا عارف إني كنت مش على مستوى بنتك، وعارف إنك كنت بتخاف عليها من المستقبل، بس أنا جيت النهاردة عشان أثبت لك إني راجل مسؤول. أنا كملت دراستي واتخرجت من كلية تجارة وفتحت شركة مقاولات. دلوقتي أنا قادر أوفر لها حياة كريمة، وأهم حاجة أنا بحبها وبحترمها أكتر من نفسي، ومش هقصر في حقها أبدا. بابا بص لخالد بصة طويلة وبعدين مد إيده وفتح الملف اللي كان معاه، قرأ الشهادات والعقود، وبعدين بصلي، شاف في عينيا السعادة اللي كنت مستنياها طول السنين دي. أخيرا قال أنا شفت فيك الجدية والاحترام، ولو بنتي شايفة فيك الخير وفعلا سعيدة معاك يبقى أنا موافق، بس وعدني إنك تخاف عليها وتحافظ عليها. خالد قال وعد يا حاج، بنتك في عيني وعلى راسي. ماما قامت حضنتني وهي بتعيط وقالت لي سامحينا يا بنتي إننا كنا قاسات عليكي، كنا خايفين عليكي، بس شفنا دلوقتي إنك اخترتي صح. بابا قام وحضني لأول مرة من 2.5 سنين وقال أنا كنت خايف عليكي يا بنتي، مش عايزك تتعبي، بس ربنا ستر عليكي. بعدها ب3 شهور عملنا الفرح. كان فرح جميل وبسيط في قاعة صغيرة، كل أهلي وصحابي جنب وأهل خالد وأصحابه. خالد وقف قدام كل الناس ووعدني إنه هيفضل يشتغل على نفسه وهيوفر لي أحسن حياة، وأنا وعدته إني هفضل جنبه في الفرح والحزن وهساعده يحقق كل أحلامه. دلوقتي إحنا متجوزين من 1.5 سنة. شركة خالد كبرت قوي، بقى عنده 30 عامل وعنده مشاريع في القاهرة كلها، وهو دلوقتي بيدرس ماجستير في إدارة الأعمال عشان يطور نفسه أكتر. وأنا لسه دكتورة في المستشفى وسعيدة بشغلي. وخالد بجد غير حياتي، بقيت أسعد مما كنت. بيصحيني كل يوم بقبلة وكوباية شاي وبيسأل عني طول النهار.
لما أرجع من المستشفى تعبانة يعملي مساج لرجلي ويسمعني وأنا بحكيله عن يومي. وأهم حاجة عملها فتح برنامج تدريب مجاني للشباب اللي عايزين يتعلموا السباكة والكهرباء ومش قادرين يدفعوا. كل شهر بيدرب 10 شباب ويديهم شهادة، وأحسنهم بيشغلهم معاه في الشركة. أنا عايزة أساعد أي حد زي اضطر يسيب دراسته عشان يشتغل. عايزة أديهم فرصة يتعلموا ويعيشوا كويس. لما ببص لورا بفتكر اليوم اللي الخزان اتخرم فيه، يوم اتغيرت حياتي كلها. الناس كانت بتقولي إني هخسر كل حاجة لو اتجوزت خالد، بس الحقيقة إني كسبت كل حاجة. كسبت راجل بيحبني، بيحترمني، بيشاركني أحلامي ومخاوفي، وبيخليني أحس إني مش لوحدي في الدنيا. والدرس اللي اتعلمته من تجربتي إن الإنسان مش بشهادته ولا بفلوسه ولا بمنصبه، الإنسان بأخلاقه، بطموحه، بصدقه، وباستعداده يضحي ويتعب عشان الناس اللي بيحبها. ولو كل أب وأم فهموا كده كانت بناتهم وأولادهم هتبقى أسعد بكتير. دلوقتي لما بشوف خالد وهو راجع من الشغل متعب بس مبتسم، لما يحكيلي عن الشباب اللي بيضربهم وإزاي حياتهم بتتغير، لما يقعد معايا بليل ونتكلم عن مستقبلنا وأحلامنا، بحمد ربنا 1000 مرة إني سمعت قلبي مش كلام الناس. وكل ما حد يسألني ما ندمتش على قرارك، ببصله وبقوله بكل ثقة: أندم على إيه؟ أنا عايشة أسعد أيام حياتي، لقيت اللي كنت بدور عليه طول عمري. لأن السعادة الحقيقية مش في الفيلا الكبيرة أو العربية الفارهة أو الرحلات المكلفة. السعادة الحقيقية في إنك تلاقي إنسان يفهمك، يسمعك، يهتم بيك، ويحبك زي ما أنت. وأي بنت بتقرأ قصتي دلوقتي حابة أقولها: اسمعي قلبك، ما تسمحيش لحد يفرض عليكي اختيارك حتى لو كانوا أهلك. بس في نفس الوقت كوني ذكية وشوفي جوهر الإنسان مش أشارته، شوفي أخلاقه، طموحه، معاملته ليكي، احترامه ليكي. ولو لقيتي راجل صادق ومحترم وبيحبك حتى لو مش غني أو عنده منصب كبير، متسيبيهوش عشان كلام الناس، لأن الناس مش هي اللي هتعيش معاكي، الراجل ده هو اللي هيعيش معاكي. والنصيحة لكل أب وأم: بلاش تفرضوا على ولادكم اختيارات ما بنتش على سعادتهم. شوفوا جوهر الإنسان مش شكله أو فلوسه. لو لقيتم راجل محترم وخلوق وعنده طموح، ساعدوه وشجعوه، مش ترفضوه وتقطعوا بنتكم عشانه. لأن السعادة الحقيقية أغلى من كل المناصب والأموال. والحمد لله رب العالمين على كل حاجة. الحمد لله اللي كتبلي خالد وكتبله أنا. الحمد لله على كل يوم بنعيشه مع بعض، وعلى كل حلم بنحققه سوا. ودي قصتي، قصة بنت قررت تسمع قلبها وتختار سعادتها رغم كل الصعوبات. وأنا فخورة بنفسي، فخورة بقراري، وفخورة بخالد اللي أثبت للكل إنه راجل عظيم.